رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله: تمهيد. نزلنا في هذا التمهيد الذي هو مقدمة للكتاب. قال: من ثمرات اتباع السنة. قال: لاتباع السنة أخي الحبيب ثمرات كثيرة، منها أي فوائد، ثمرات أي فوائد باتباع السنة. قال: منها الوصول إلى درجة المحبة، فبالتقرب لله سبحانه وتعالى بالنوافل تنال محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، أي أن الله عز وجل يحب العبد، أي أن الله عز وجل يحب العبد، وهذا هو المطلب، وهي الغاية التي يريدها عباد الله الصالحون، أن الله عز وجل يحبهم، أن الله عز وجل يحبهم، وهذا هو الشأن. فليس الشأن أنك تحب الله، بل الشأن، كل الشأن أن الله عز وجل يحبك. فلذلك حتى أن الكفار ادعوا محبة الله، فالكل سوف يدعي أنه يحب الله، لكن الشأن والمقصود والغاية: هل الله عز وجل يحبك؟ وكيف تعرف ذلك؟ بالعمل بأسباب محبة الله عز وجل، ومن أعظم الأسباب الإكثار من النوافل، كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، أي ونزلت ورضيت عن حكم غيره بحكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي حبيبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرا وباطنا. قالوا: لا يحبك الله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال المفسرون سبب نزولها أن قوما ادعوا محبة الله، قالوا: نحن نحب الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن كنتم حقا تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي محمد. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل على لسان محمد: فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتبعتموني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله. قال: وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، أي نزلت وتركت حكم غيره إلى حكمه، ومحبة غيره بمحبته صلى الله عليه وسلم. وعن طاعة غيره بطاعته، طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة النبي. قال: وإن لم يكن ذلك فلا تتعن، أي لا تتعب نفسك. إن لم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، ولم تطعه أمرا، ولم تجب دعوته، ولم ترضى بحكمه، ولم تتبع سنته، فلا تتعب نفسك بالقول بأنك تحب الله، فهذه مجرد دعوة زائفة كاذبة لا حقيقة لها. قال: وارجع من حيث شئت فالتمس نورا فلست على شيء. إن لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تطع أمره، لم تصدق خبره، لم ترضى بحكمه، لم تحبه،
أفضل وأشد من محبة غيره، بل تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والأهل والمال والولد، فأنت لست على شيء، أنت في طريق خاطئ، أنت في طريق خاطئ. وإن ادعيت أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هؤلاء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآية نزلت: قل إن كنتم تحبون الله، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. ولكن كلما تأخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثر الأدعياء. القرون المفضلة هناك من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتبعه، لكن زادت بعد القرون المفضلة أكثر وأكثر، حتى زادت في هذا الزمان كثيرا. خرجوا يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه دعوة فقط. لماذا هذه دعوة؟ لأنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بأشياء لا في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذه من محبة النبي. لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديه. فاتبعوني. قال الثانية: نيل معية الله تعالى للعبد، أي أن الله عز وجل يكون مع العبد نصرا وتأييدا. معية الله أن الله يؤيده وينصره ويوفقه إلى كل خير ويصرفه عن كل شر. قال: نيل معية الله تعالى للعبد فيوفقه الله تعالى للخير، فلا يصدر من جوارحه إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، لأنه إذا نال المحبة نال المعية، إذا نال محبة الله نال معية الله. قال الثالث: إجابة الدعاء المتضمنة لنيل المحبة، فمن تقرب بالنوافل نال المحبة، ومن نال المحبة نال إجابة الدعاء. هذه 3 ثمرات. الثمرة الأولى أن الله عز وجل يحبك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا المراد هنا السنة أي الشيء المستحب، الشيء المندوب. إذن فإكثارك من النوافل سبب لأن يحبك الله، الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: سبب لأن يوفقك الله عز وجل للخير، فلا يصدر من جوارحك إلا الخير. الثمرة الثالثة: أن الله عز وجل يستجيب دعاءك، ودليل هذا ما سيذكره. قال: ويدل على الثمرات الثلاث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه 3 تحفظ، هذه 3 ثمرات تحفظ، وأيضا يزيد ما بعدها ويحفظ هذا الحديث. وما أحسن لو يسمع بعد صلاة العصر هذا الحديث، بعد يعني إذا كان درس الأخ الأستاذ يديل بعده يسمع هذا الحديث، طالب أو طالبان يقوما ويسمعا هذا الحديث فيحفظ هذا الحديث. قال: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طويل الحديث إن شاء الله في الغد، الحديث طويل قليل. قال: فقد آذنته بالحرب، أي في الغد، يحفظ إلى الغد. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، انظروا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن تنال محبة الله بإكثارك من النوافل. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن يوفقك الله عز وجل، بصره، سمعه، معنى أن الله عز وجل يوفق جوارحك فلا يصدر منها إلا الخير، فلا يصدر منها إلا الخير. قال:
وإن سألني لأعطينه، استجابة الدعاء، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن هذا الحديث فيه دلالة على الثمرات الثلاث. قال 4: جبر، أي من ثمرات اتباع السنة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالنوافل. قال: جبر النقص الحاصل في الفرائض، فالنوافل تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل. نعم، الواجبات يحصل فيها خلل، الصلاة يحصل فيها سهو، الصوم يحصل فيه لغو ورفث سب، يعني مما ينقصه ويخدش صوم، غيبة، نميمة. والزكاة يحصل أيضا فيها خلل، قد لا يخرج من مال جيد، وقد يعطيها من لا يستحقها، تصرف في بعضها في من لا يستحقها. المهم أن الواجبات يحصل فيها نقص، يحصل فيها خلل، وهذا الخلل يجبر، يسد. نقص لا يكون ناقصا، يكون كاملا. بماذا؟ بالنوافل. إذا أكثرت من النوافل كان سبب لأن يسد الخلل الذي حصل في الواجبات. في متى ذا؟ في يوم القيامة تأتي واجبات يحصل نقص، إذا كان عندك نوافل يسد هذا النقص بالنوافل. دليله قال: ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، هذا الشاهد، شيء سهو يحصل في الصلاة، السهو، قال الرب سبحانه وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، نافلة، انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. انظر إلى الزكاة، فإن كان فيها نقص يقال هل له من تطوع في باب الزكاة. الصيام هل له من تطوع في باب الصيام. الحج هل له من تطوع في باب الحج. فيكمل ما انتقص من الفريضة، انتقص من الفريضة. في هذا حث لنا على ألا نتهاون في مسألة التطوع، أن نحرص على أداء والإكثار من التطوع. قال: الخامس: حياة القلب كما تقدم، فالعبد إذا كان محافظا على السنة كان لما هو أهم منها أحفظ، فيصعب عليه أن يفرط بالواجبات أو يقصر فيها، وينال بذلك فضيلة أخرى وهي تعظيم شعائر الله تعالى، فيحيا قلبه بطاعة ربه. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. هذه الثمرة الخامسة من ثمار اتباع السنة والعمل بها، أن فيها حياة القلب، فيها حياة القلب. والقلب يحيا بماذا؟ الحياة المعنوية يحيا بماذا؟ بطاعة الله عز وجل. فإذا أكثر من النوافل فهو أطاع الله، فإذن يكون قد أحيا قلبه. وأيضا هذه النوافل سد منيع وحصن حصين من ألا تمس الفرائض، أي ألا ينتقص من الفرائض. إذا كان العبد حريصا على التطوع، على صلاة النافلة مثلا، فمن باب أولى أنه يحرص على صلاة الفريضة، فمن باب أولى أنه يحرص على صلاة الفريضة. إذا كان العبد حريصا على صيام النافلة فمن باب أولى أنه حريص على صيام الواجب والفريضة. فهذه سد. فإذا فرط العبد في النوافل
لم يصلي النوافل نقول إذا كان العبد حريصا على النوافل فإن الشيطان لن يأتي مباشرة يقول له فرط في الواجبات، لأنه حريص على النوافل. أول شيء يحاول له أن يترك النوافل، إذن هذه سد على أنه لا ينتقص من الفرائض. لكن إذا كان مفرط لا يصلي الفرائض، لا يصلي النوافل، فالشيطان سيأتي إلى يكسل عن ماذا؟ عن الفرائض، عن الواجبات. إذن فصارت النوافل كالسد والحصن للفرائض، النوافل سد وحصن للفرائض. قال السادس: البعد والعصمة من الوقوع في البدعة، لأن العبد كلما كان متبعا لما جاء في السنة كان حريصا ألا يتعبد بشيء إلا وفي السنة له دليل يتبع، وبهذا ينجو من طريق البدعة. نعم، إذا كان العبد حريص على اتباع السنة فإنه أبعد من أن يقع في البدعة، أبعد من أن يقع في البدعة. إذا كان لا يعمل إلا بدليل فإنه أبعد من أن يقع في البدعة. لكن إذا كان لا يبالي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد يأتي بالبدع قبل يأتي بالبدع. قال: وللحفاظ على السنة ثمرات كثيرة. قال ابن تيمية رحمه الله: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. هذه من ثمرات العمل بالسنة، أن الله يكفيك، أن الله يهديك، وأن الله ينصرك، وأن الله يرزقك. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.